بيزار الناس هذوك صحاب اللي كيديروا تبادل الازواج، كاع هاد لي فينومين هذو اللي كتلقاهم عندهم ماشي نورمال، فهمتي؟ يعني صحاب هادو كتلقاهم كيمشيو كيعتنقوا الالحاد، لان الالحاد هو المعتقد الوحيد اللي كيقبل بهذا الشيء هذا، وهو المعتقد الوحيد اللي كل شيء فيه مباح. يعني الزباله يعني شوف الزباله اي حاجه كتقدر تجي تلوحها في الزباله عندهم هما فيما يخص الاخلاق، يعني ورطتهم ورطه، يعني للامانه يعني ورطه كبيره الاخلاق بالنسبه لهم. كذلك المعنى، ما المعنى من الحياه؟ هم ليس لهم اي معنى، الحياه نتاعهم ليس لها اي معنى، وهذه ورطه اكبر من الورطه الاولى. يعني عندهم مشكل، لانه انسان ما عندوش معنى، لا معنى لوجوده، فاذا كان لا معنى لحياته فالوجود ككل لا معنى له. هذا الناس يعني حقيقة مهما وصفناهم يعني ما راحش نعطوهم حقهم في الوصف. واش كيوقع للملاحدة اخي اليوم؟ الملحد هو انسان كيكفر، يعني كيكفر الاسباب. حنا عده مرات كنعاودوا هذه الاسباب هذه، وهي اسباب معروفه. اي انسان يعني حاور هذه الملاحده لواحد المده طويله كيوصل لنفس النتيجه. هي الاسباب ديال الذكور من الملاحده معروفه شنو هي، كتلقاهم من صحاب الالوان او عنده شي مشكل نفسي، او انه يعني انسان يعني بلي شي بليه خايبه، المهم شي حاجه بحال هكا. والاناث راه معروف السبب، الاناث راه كما كيقول ناس كيكونوا ضاربين الطريق. نعم اخي اليوم. الاخ ياسين، لما نقولوا المعنى من الحياه، تعرف علاش الاجابه نتاعو كانت هكا بهذه الصراحه؟ نعطيك مثال. لما نقولوا المعنى من الحياه، مره سالت واحد قلت له ما المعنى من الحياه، ما المعنى من وجودك، من حياتك اصلا، وشنو هي المعنى؟ اعطيني. قلت له احنا المسلمين عندنا معنى، احنا رانا في اختبار، ما تحبش تدخل في ما حبيش ندخل معه في التفاصيل. نحن في اختبار، نحن الان في اختبار، عندنا معنى للحياه. اوكي، هو قال لي صر نعيش حياتي، نخدم، ناكل، نشرب ونتكاثر. قلت له اذا انت راك ما خرجتش من دائره الحيوان. على الاقل نحن عندنا معنى للحياه ليس بهذا المنظور. فعلا نحن الله سبحانه عز وجل لابد من ان يعني من التكاثر، التزاوج، هذا امر طبيعي، ربي سبحانه خلقنا كما هيك. لكن عندنا معنى اخر، انه الان نحن في مرحله اختبار، وهم ما عندهمش معنى للحياه. اذا هو لم يخرج من دائره الحيوان، خلاص. يعني انا كرياتور اخي اليوم، كرياتور ملحد، وكان كتب في التكست ربما هو عنده الجواب على الاسئله اللي طرحناها. كرياتور معنا، كرياتور. عندي شرط واحد اخي ياسين، هو تحطني في اي سيتياسيون بغيتي، انا نحطك في اي سيتياسيون بغيتي، بالنوبه ماشي تدوير انت صافي. منين سالي انا، منين تجاوبني انا على الاسئله ديالي ما عنديش اشكال. انت نعطيك انا دابا. لا اسمع كرياتور، اسمع دابا انا قبلت الشرط ديالك، ولكن شوف دابا علاش انت ما كتخلينيش نكمل؟ اسمع ما عنديش اشكال. اسمع، انا غادي نسولك واحد الاسئله، مني غنسالي انت غتبدا تسول، انا ما غنبقاش نسول، صافي غنخليك انت تسول، فهمتي؟ عرفتي علاش؟ غنشرح لك علاش. خليني نكمل. غنشرح لك علاش. لان انا السؤال الاول كنبغي نبني عليه واحد المساله واحده اخرى. فهمتكش؟ انت نسولك السؤال الاول تجاوبني وما تخلينيش نكمل، لا خصك تخليني نكمل. مني غادي نكمل الفكره كامله من بعد غنكمل كرياتور الفكره، مني غتكمل الفكره من بعد انت عاوتاني اسال الاسئله ديالك. واخا يكونوا عندنا 5 الاسئله بواحد الترتيب، خذ راحتك كيما غندير انا. دابا انا عندي سؤال لك، السؤال اللي سولنا الصديق ديالك انت كانسان ملحد كرياتور. ما سمعتكش خليني ندوي الشرط ديالي بلاتي خويا بروف الله يخليك. المهم قلت لك الشرط ديالي الوحيد اخي ياسين في النقاش الاخلاقي معك هو تحطني في سيتياسيون تينا، نحطك في سيتياسيون انا ببساطه، ماشي تدوي. راه قلت لك راني اتفقت معاك. لا دابا انت ما فهمتيش. اسمع دابا انت ما فهمتيش. انا الا سولتك سؤال، السؤال الاول كنبغي غير نبني به، والسؤال الثاني تكون 3 الاسئله عاد كتكتمل عندي الفكره.
ملي غتكتمل الفكره غنقول لك انا راه كملت. انت غتجي الدور ديالك وغتسول علاش انت خايف، علاش ما باغيش تمشي بهذا الترتيب هذا، علاش باغي دير وحده وحده. لا راه ممكن نديروا ثلاثه ولا نديروا اربعه. لا عندي سؤال. اذا انت خايف كرياتي، خايف. اذا انت خايف علاش خايف اذا ما باغينش نبني، اذا انت خايف ما باغينش نبني ذاك البناء، ما خايف منه. لا حيت باغي تشتت، عرفتي اش باغي دير. ما خايفش انا من السؤال. عرفتي اش غدير. انت بدا، انت سولني الاسئله ديالك تتسالي، قول لي راه ساليت ونبدا. واش كاين شو الاخوان، كاين شي عدل اكثر من هذا؟ لا ما كاين شي عدل. انا واش دابا هو قال لك هو بغى سؤال. انا قلت له سول انت حتى تسالي الاسئله ديالك، قول لي انك ساليتي، انا غنجاوبك. انا غنكون غير فقط غنبقى نجاوبك. غتسولني غنجاوبك. ملي غتسالي قول لي راك ساليتي، انا غنبدا نسول واش تقبل ولا ما تقبلش كرياتي. السؤال الوحيد اللي كنقبل عليه هو تحطني في سيتياسيون، نحطك في سيتياسيون. وراه دابا وراك انت راه قبلت انا بشرط ديالك. ما فهمتش انا شنو، علاش خايف. مناش خايف كرياتير. بغيت نعرف بالضبط مناش خايف. كرياتير احنا ما بغيناش، احنا بغينا طرح يكون كامل، طرح باش كيكمل ما كيكملش بسؤال. طرح كيكمل ثلاثة أربعة كيكمل الطرح كامل، كتولي الصورة واضحة. إز أوكي. هو من الشجاعة قال لك شوف دا أنت ما خوفانش أنا، أنت خوفان طيب اسمع كمل. هو قال لك إليك المايك، أحلى مايك، طرح تتقنف. فهمتيني؟ قلب في الأسئلة تتقلب. مي تعيا وتقول بارك هذا لا، هو داك الساعات من النوبة ديالو. عندك الخرقة المرقة، نعم لا. انا نفهمك اخويا ياسين. ما تفهمنيش انا، ما تفهمنيش. قول لي عندي الخرقه المرقه، هو قال لك نطيحوا ونضربوا بعضياتنا. ما تسبنيش المايك. شوف كرياتير الا قلتي الا كنتي خايف باين انك خايف وما عندك الشجاعه. انا اتحداك ندخلوا عندكم اللايفات ديالكم دقيقه الاخوان. انا اتحداك نجيو عندكم اللايفات ديالكم وتحلوا بنفس الشجاعه وتقول لي بقى تسولني حتى تسالي انت، وديك الساعه نبدا نسولك. انا اتحداك، انا قلت لك الان امام الجميع، انت تفضل انت الاول سال كما تريد وانا ساجيب. انا ما عنديش. لاحظتي الفرق بين الالحاد والاسلام؟ الشيء المسلمين شحال وكتقولوا الاسلام المسلم يتحرج. لا المسلم لا يتحرج. انتم عارف الاسلام فيه اي سؤال غتسولو كاين الجواب الحمد لله، هو الاجوبه غتكون مقبوله عقلا واخلاقيا ومن جميع النواحي. انت لانك خايف ما قادرش تدخل في هذا السجال، فهمتي؟ خايف. واخا انا عطيتك الفرصه تبدا انت الاول باقي خايف كتهرب. لا انا كنقول لك، انا شرحت لك علاش ما يمكنش نديرو. انا السؤال الاول غير كنبني به. انت شنو غدير؟ غنسولك السؤال الاول غتجاوبني، غتبغي انت تشغب بالسؤال ديالك، غتبغي غتهرب الناس ما يبقاوش مركزين في الطرح وفي البناء. داك الشيء علاش انا كنقول لك انا طريقتي كنبني السؤال الاول، السؤال الثاني، السؤال الثالث. يقدر يكون 5 اسئله 6 اسئله او 4 اسئله مثلا، عاد غتكتمل الفكره. انت بغيتيني نبدا انا، مرحبا. بغيتي تبدا انت، يعني انت تبدا البناء ديالك، بدا تسول تسالي. ملي تسالي قول لي راه ساليت. ملي غتسالي يعني انت المساله ديالك الاسئله ديالك حتى تنتهي الطريقه اللي باغي نمشي. الا ما قدرتيش كرياتير قول لي ما قدرتش. الا ما قدرتيش قول لي انا خايف، ما عنديش مشكل. شوف راه ما كاينش عاد اكثر من هذا صراحه. ما قدرتيش نزل. هو بدا تيخاف. خفتي شتي تعصب. شد لي المايك هذاك، شد لي المايك. انا كنسد لي المايك، انا كنسد لان كلشي كيهضر. السؤال مباراه صاحبي خليني ندوي يا صاحبي. ماشي اشكال، انا كنسد لك المايك باش تسمعني. واخا تقول مباراه تقول غدا العيد ما عنديش مشكل. انا شوف فيا غير بهدوء، كنحترمك. دابا انت جيتي عندي ضيف اللي جا لدارك جا لعارك، وانما راك كتعرفني انا كنبغي الشجاع. داتا قال لك انا بدا انت الاول، اليك احلى لاقط. تبقى تسول تقلب في الاسئله، ذات اليمين ذات الشمال، افقا عموديا شمالا جنوبا شرقا غربا. خفتي. دابا هنا حدا الناس الغرفه فيها 40 واحد، تبدا انت الاول تسالي معاه في الاسئله، يدوز هو نعم لا، جاوب على السؤال نعم لا.
لا ما كاينش نعمله، ما نجاوبش بنعمله، غنجاوب بكلام. تشد المايك وتخليني ندوي، مرحبا. ما بحالاتك ما لا ما كايناش نعم، هي كاينه لا، غتمشي بحالك. برافو سالينا. حنا الاسياد. لا شوف كرياتير تتكون كرياتير معليش تتكون عندك الشجاعه مرحبا، فهمتي؟ سير بريباري مزيان، حاول انك تبريباري لهاد المساله ديال الاخلاق، سير درسها مزيان انت كانسان ملحد، واجي كون تحلى بقليل من الشجاعه. وقبل هاد الطرحه لن تجد اكثر عدل من هاد الطرحه. انا كنقول لك انت بدا، وانت عباد الله بدا، انت بدا خذ وقتك وسول العدد الذي تريد من الاسئله. انا غنكون انا اجيب فقط، ساجيبك، فهمتي؟ ساجيب. وحتى الا مثلا شي سؤال شي جواب ما عرفتوش انايا كاع قد يغيب عني، طرح مثلا انت شي مساله انا قد تغيب عني، انا ساستعين بالاخوه، او قد نقول لك لا اعلم، ما عنديش اشكال، فهمتي؟ ولكن هذه الشجاعه اللي عندي انا ما عندكش انت ما قادرش تدخل في هذا السجال اصلا لانك خايف. عارف الالحاد نتوما كتقولوا الاسلام بحال القرع فين ما ضرب شي يسيل دمو، راه العكس، هذه العكس، لان نتوما عارفين الالحاد هو القرع اللي فين ما ضرب شي غيسيل دمو. عارف غندخل معاك في النقاش الاخلاق، في نقاش الاخلاق غادي يعني ما عندك فين تهرب، فهمتي؟ ما عندك فين غادي تهرب، واخا انت حيت باغي تهرب انت عارفني غنترتب لك شي هنا غنتبعك من هنا، اجي لهنا انت غتعترف امام الناس بز منك او غتبان انك متناقض. انت شنو باغي دير؟ باغي تشغب، باغي تلوح لك انا السؤال الاول تجاوبني نصف جواب، ولا تجاوب جواب يعني انت تهرب ماشي غتجاوب وتقول لي لا صافي انا دابا انا اللي عندي حق نسول، وغتبدا تسول انت شي سؤال ربما تخرجنا من الموضوع، فبالتالي غتشتت الحوار، وانت هذا هو الهدف ديالك. انا طرحت لك طرح بسيط انك انت تبدا صاحبي، انت بدا تسول، تسالي الاسئله ديالك وقول لي انا ساليت الاسئله ديالي دابا ونقلبوا الضوء. فما معليش كرياتير حتى تكون عندك الشجاعه الكامله ومرحبا بك. هرب مسخوط الوالدين. خليني كندير مسخوط الوالدين علق.